صباح الفل. لو عايزه بقى كده تاكلي حاجه حلوه تكون سهله وسريعه واقتصاديه، تعالي وانا اقول لك. لو عندك بيضه بس كده وكوبايه من الدقيق، هنعمل كيكه النهارده سهله وسريعه جدا جدا وخفيفه كده، ومش قادره اقول لك، مع كوبايه شاي بلبن كده وادعي لي بقى. اول حاجه انا معايا كوبايه من السكر، تمام، وعليهم بيضه وعليهم كيس فانيليا، بس للاسف انا هحط الفانيليا في الاخر، تمام كده. هخفق كل الكلام الحلو ده كويس جدا جدا، ومعايا كوبايه دقيق منخوله، لازم تكون منخوله عشان تبقى الكيكه بتاعتك هشه كده، وعليها معلقه كبيره من البيكنج باودر. وعندي هنا بقى كوبايه من الميه تكون فوق الفتره بشويه، يعني ما بتغليش ولا حاجه، تمام. زي ما انت شايفه حطيت كل حاجه فوق بعضها. واخر حاجه هضيفها معاكم هي باكيت واحد من الفانيليا. لو عندك فانيليا سايله مفيش اي مشكله خالص. هجيب الصينيه بتاعتي هبطنها كويس جدا بالزيت، وهحط رشه دقيق، واهم حاجه تخبطيها كويس جدا من جميع الاتجاهات كده، هو تبطنيها، واي دقيق زوايد تقومي شايلها على طول وتحطها كده، وبعد كده تديها هبده كده على الرخامه وتدخليها الفرن. في خلال ربع ساعه بس طلعت معايا بالجمال والحلاوه دي. شايفين الجمال وشايفين الحلاوه قد ايه؟ الكيكه كده طريه، ومش قادره اقول لك بجد جميله جدا. يعني لو ما عندكيش لبن ما توقفيش نفسك على حاجه، قومي بسرعه اعمليها وفرحي عيالك بيها. شايفين جمالها وحلاوتها قد ايه؟ الكيكه مرتفعه كده وايه خطيره. بصوا الجمال، اسفنجيه، يعني سهله وسريعه واقتصاديه ان شاء الله كده، ولما تجربيها هتعجبك جدا جدا. ولو عجبتكم ان شاء الله لايك وكومنت وشير. بحبكم في الله، واستنوني في فيديو جديد.